هو ينفع جسم يعدي سرعة الضوء؟ خلّينا الأول نقول حاجة مهمة، في فرق بين إن أنا أقول إن أنا ما ينفعش أجيب سرعة معيّنة علشان أنا مش قادر أجيبها بسبب إمكانيات هندسية عندي، زي مثلًا زمان مثلًا ما كناش مثلًا متوقعين إن إحنا ممكن نجيب سرعة الصوت، وفي فرق بين إن أنا أقول إن أنا مش قادر أجيبها علشان في قانون فيزيائي بيمنعني إن أنا أعمل كده. وبالمناسبة على فكرة ساعة نيوتن كان العلماء شايفين إن إحنا ممكن نجيب سرعة الصوت والضوء وأي سرعة إحنا عايزينها طالما عندها إمكانيات هندسية، ما كانش في حدود لأي سرعة في الكون. لكن بعد النسبية الخاصة الوضع اختلف، ليه بقى؟ لأن بكل بساطة في النسبية الخاصة لما الجسم سرعته بتزيد بيحصل تأثيرات عليه، زي إن مثلًا الزمن يعدي بنسبة أبطأ، زي إن مثلًا الكتلة بتزيد. يعني إيه الكتلة بتزيد؟ لما محتوى الجسم من الطاقة بيزيد بسبب إن طاقته الحركية بتزيد لأنه بيقرب بسرعات من سرعة الضوء، اللي بيحصل إن في النسبية الخاصة عندنا حاجة اسمها E equal mc². المعادلة المشهورة دي أو الصورة المشهورة من أشهر معادلة في تاريخ العلم كله بتقول لنا بإحدى معانيها إن الطاقة والكتلة هما وجهان لعملة واحدة. لما مخزون الجسم من الطاقة بيزيد الكتلة بتزيد، والكتلة نفسها هي إحدى صور الطاقة. فلما الطاقة الحركية لجسم بتزيد كذلك كتلته بتزيد، فأنت عشان تزود سرعة أكتر محتاج قوة أكبر فهتديله طاقة أكتر وهكذا. فأنت لما تيجي تعمل لها جراف، لما تيجي تشوفها بالمعادلات بتاعة النسبية هتلاقي إنها عمرها ما هتجيب إن أي جسم ليه كتلة عمره ما هيجيب سرعة الضوء إلا لو أنت اديته دفعة لا نهائية، اديته قوة لا نهائية. لما تجيب لي قوة لا نهائية ساعتها النسبية الخاصة هتقول لك ساعتها ينفع تخلي الجسم يجيب سرعة الضوء. ناخد مثال مثلا الإلكترون ده يعتبر أصغر جسم ليه كتلة في الكون تقريبا. لما نيجي بقى نحاول نسرعه لسرعات قريبة من سرعة الضوء زي ما تم في ال LHC في المنظمة الأوروبية للطاقة النووية سيرن في سويسرا، احنا قدرنا نسرعه تقريبا ل 99 فاصل كام تسعة كده بعد العلامة العشرية. الفكرة بقى ان انت عشان تسرع الكترون من صفر ل 99% من سرعة الضوء اسهل من ان انت تزود 9/10%. كل 9/10% هتزودها اصعب من كل اللي قبليها علشان الكتلة بتزيد مع زيادة السرعة. فبالتالي احنا بنتكلم عن قانون علمي مثبت بالتجربة ان ما ينفعش حاجة ليها كتلة تجيب سرعة الضوء. طب افرض ان في مثلا جسيم مثلا حاجة زي الجرافيتون ده مثلا جسيم افتراضي لسه ما فيش تجربة نفت او اثبتت وجوده. هو المفروض ان هو ملوش كتلة. ايه النظام بالنسبة له؟ اي حاجة ملهاش كتلة الطبيعي انها بتمشي بسرعة الضوء، لان سرعة الضوء هي سقف السرعات الكونية. النسبية الخاصة حطت مبدأ سقف السرعات الكونية. الضوء ملوش، ما الفوتون ملوش كتله عشان نبقى يعني نتكلم بدقه ملوش حاجه اسمها ريست ماس، لان هو احيانا بيبقى ليه كتله ظاهريه. بس خلينا نتكلم عن الكتله اللي احنا المفهوم اليومي للكتله. الفوتون ملوش كتله، فبالتالي هو بيمشي باقصى سرعه ليه اللي هي سرعه الضوء. سواء بقى انت بقى جيت تقيسه بقى وانت ماشي معاه وانت ماشي عكسه هو بيمشي باقصى سرعه ليه اللي هي سرعه الضوء. كان في فرضيه في القرن العشرين بتقول ان في جسيمات ممكن تمشي اسرع من الضوء، بس علشان الضوء ده او عشان سرعه الضوء هي حد كوني للسرعات. فالنظريه الفرضيه دي كانت بتقول ايه؟ ان ما ينفعش جسم ليه كتله تسرعه لسرعه الضوء، وما ينفعش جسم بيمشي اسرع من الضوء انك تقلل سرعته. بس الجسم اللي بيمشي اسرع من الضوء ده هيبقى ليه كتله تخيليه. يعني عارف انت زي جذر -1 كده. الجسيم ده كان تم تسميته بالتاكيون، بس هو جسيم افتراضي. لغايه دلوقتي مفيش تجربه اتعملت عشان تختبر وجوده او لا، فبالتالي هو يعتبر غير قابل للاختبار. فبالتالي ما بقاش ليه لازمه دلوقتي تقريبا في العلم غير في افلام الخيال العلمي بس. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب. هتلاقي ريسورسز او مصادر الكلام في الحلقه ده في الديسكربشن. هتلاقي برضه لينك للحلقات اللي فاتت في الديسكربشن. ونشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه.